بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلامة كده دايما يا رب. وكل سنة وانتم طيبين والعيد داخل علينا اهو، تكونوا متهنيين يا رب وسعداء كده. هنعمل مع بعض احلى وصفات واجمد وصفات للعيد، وصفات كلها باللحوم. الوصفات دي تنفع تعملوها في العيد، حاجة كده جميلة، حاجة كده روعة. لو عندك بقى لحمة ومحتارة تعمليها ازاي، هنعمل احلى فتة بالصوص الاحمر الجميل وبالخل والثوم، جميلة جدا. المسروة طبعا بيحبوا الفتة بالحمرة، والاسكندرانية زينا بيحبوا الفتة بالخل والثوم. وهنعمل احلى شوربة، شايفين لونها جميل ازاي. وهنعمل الفتة كده بتكات وبحركات، واللحمة كده هتبقى جميلة، والفتة هتبقى شكلها تحفة، حاجة كده جميلة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الفتة جميلة ازاي؟ هنعملها كده بطريقة روعة روعة روعة. ان شاء الله هتعجبكم وهتعملوها في العيد كده وهتجربوها. ودايما بقول لاخواتي وحبايبي كل سنة وانتم طيبين كده يا حبايبي، وبالعيد متهنيين. هنعمل احلى فتة. ودلوقتي هنروح نشوف مقادير الفتة بتاعتنا الجميلة مع الشوربة والصوص الاحمر. هنشوف مقاديرنا وتكاتنا وحركاتنا مع بعض، والشوربة ازاي تطلع باللون الجميل ده. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسعاده كده دايما يا رب. عيد سعيد عليكم وعيد مبارك على الامه الاسلاميه جميعا يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين وبالعيد متهنيين وباللحمه اكلين ومبسوطين، ومن اكلات سهام عاملين ومجربين. النهارده هنعمل معاكم حاجه تحفه روعه جميله جدا، حاجه كل الناس بتتفق عليها يوم العيد. الفته الجميله بتاعتنا دي مفيش بيت، لازم كل البيوت ده يعني الفته دي حاجه اساسيه عندهم. حتى اللي ما بياكلش فتة في الايام العادية، في العيد بيبقى لها مذاق تاني خالص. الفتة بتاعتنا دي ممكن نعملها بلحمة ضاني، بلحمة شمبري، باي لحمة برضو تبقى جميلة جدا جدا. طيب اللحمة اللي عندي دي لحمة شمبري، وانا جايبه لها ايه يعني حتة دهنة كده تخلي الشوربة بتاعتها دسمة. طبعا احنا لسه في العيد هنعمل اللحمة برضو بالفتة الضاني، يعني لا غنى عنها. بس انا حبيت برضو ايه اعملها معاكم عشان ننزلها لكم كده ان شاء الله وتشوفوها باذن الله. عندي هنا اللحمة، وعندي هنا الحاجات بقى المنكهات بتاعه الشوربه بتاعتي. عندي هنا ورق غار، حبهان، عود قرفه يعلي التست يخليها جميله جدا جدا. عندي طماطمايه انا مقطعاها كده على 4 بصلتين. طبعا الكميه الحاجات دي على حسب كميه اللحمه اللي عندك. طبعا عندنا احنا اتكلمنا قبل كده على ورق الغار او ورق اللورة ده، تحفه جدا جدا جدا، وبيخلي الشوربه جميله، ولما تشربيها بيضيع لك الطاقه السلبيه اللي عندك. طيب وعندي هنا ايه الحبهان ده جميل برضو، وليه فوائد صحيه جميله جدا جدا. اللي مش حابب براحته، والقرفه بتعلي التست واحنا عارفين فوائد القرفه واتكلمنا عنها كتير. طيب هناخد اللحمه بتاعتنا دي، هي لحمه وبهارات، بس ليها تكات وحركات في السوى تخلي لك الشوربه جميله. وبما ان الشوربه جميله هتبقى الفته اجمل واجمل. ولسه عندنا حاجات هنحطها على الفته. كملوا بس الفيديو معايا للاخر كده، وما تنسوش اللايك والشير كده يا حبايب قلبي، عشان الحاجات الجميله دي توصل لاكبر عدد. اللايك اهم حاجه عشان بيرفع لي قناتي يا حبايب قلبي، ووصل الحاجات الجميله دي، وكلنا كده نعمل الحاجات الجميله دي مع بعض. هناخد الحاجه بتاعتي دي اللحمه والبهارات بتاعتي، ونروح فين على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. الاكله بتاعتنا دي ولا فيها كركبه ولا حاجه، بس تحفه وروعه. عندي هنا حله على النار، نسيب الحله لما تسخن. وزي ما احنا متفقين، بما اننا قلنا في حته من الدهنه كده، او من اي دهون عندك، تاخديها وتنزلي بيها في الحله كده اهو. شايفين؟ تسيحيها بايديكي كده في الحله وهي سخنه اهو. ماشي. اول حاجه بننزل بقى حته الدهنه. بعد كده عندي الحله سخنه جامد اهي، ننزل باللحمه بتاعتي نديها صدمه. لما ندي اللحمه بتاعتي صدمه، بتفضل الماده العصاره في اللحمه تبقى طريه كده وجوسي كده وجميله. اهم حاجه السوى، مش اسمي سلقت لحمه وخلاص، لا. اللحمه دي طازه لسه مذبوحه، جميله جدا جدا جدا، ولا فيها اي حاجه. ماشي. انا هنديها صدمه كده من جميع الجوانب. وطبعا بصوا، مجرد بس انا حطيت حته الدهنه تسيح، الريحه طلعت وقلبت المكان. حبايب قلبي اللحمه مش عايزه تقليب كتير، عشان ايه؟ عشان خاطر ما تنزلش الميه بتاعتها. انت واحده واحده كده بالشوكه اهي هتقلبيها. شايفين اتحمرت ازاي وبقت جميله؟ انا عايزاها بس تتحمر معايا.
كده تقلبيها على جميع الجوانب تاخد صدمه ومنها تتحمر معاكي. طبعا حته الدهنه دي هي كده كده بتسيح دلوقتي. كده اللحمه بتاعتي كلها اتحمرت معايا. هننزل كده بورق اللورة بتاعي. ورق اللورة كتري منه جميل جدا، عود القرفة، الحبهان، برضو كل الحاجات دي يا حبايب قلبي انا غسلاها، ما ينفعش تحطيها كده. الطماطمية بتاعتي، البصلايه ممكن تقسميها على 2 تحطيها زي ما هي صحيحه مفيش مشكله خالص. البهارات لازم تتغسل يا حبايب قلبي عشان بتكون عليها اتربه، فلازم تغسليها. احنا بنعمل حاجات في البيت يعني عايزينها صحيه، فلازم الحاجه دي تكون مغسوله. ندي الحاجه بتاعتي كده تقليبه تشويحه مع بعضها كده. شايفين اللحمه ولا نزلت ميه ولا اي حاجه، والريحه ما شاء الله عليها قلب المكان. مش كل واحد يقول لك انا سلقت، او واحده تقول لك انا سلقت لحمه، لا، اللحمه والسلق والحاجات دي ليها خطوات وتكات كده وحركات. الطماطمايه زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي براحتك زي ما انت عايزه، بس بتعلي التست وبتخلي الاكل جميل جدا. طيب بما اننا شوحنا اللحمه بتاعتنا والريحه بتاعتها طلعت كده وقلبت المكان ما شاء الله روعه روعه، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. هنعمل ايه؟ ما ينفعش تضيفي لها ميه بارده، لازم ميه تكون سخنه بتغلي عشان خاطر كله مع بعضه كده كيمياء يغلي مع بعضه واللحمه ما تاخدش سوا معاكي. فهننزل عليها بالميه السخنه بتاعتي اللي بتغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وتخلي بالك هو ده اللي انا عايزاه، هو الشغل ده اللي انا عايزاه اهو. اهو شايفين الجمال والحلاوه اهو، حلاوه وجمال مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. دي بقى لو لقيتي حاجه كده بسيطه كده مش مشكله خالص، ودي برده من تحمير اللحمه برده مش حاجه وحشه يعني لو سبتيها، بس احنا نشيلها كده عشان ايه للامانه يعني تبقى الحاجه تمام. نديها تقليبه كده اهي ونتغلي ونسيبها على نار هاديه. الطماطميه بتاعتنا بقى دلوقتي تتسلق وتديها اللون الجميل، وتشوفوا الدسم بقى بتاع الشوربه حاجه من بصوا شايفين بتلمع والدسم طالع اساسا انه لسه الشوربه اللحمه ما استوتش. فانا هنعمل ايه يا حبايب قلبي؟ تغلي معايا كده ونحطها على نار هاديه ونسيبها تستوي براحتها خالص، لسه ولا حطيت ملح ولا حطيت فلفل ولا حطيت اي حاجه، يا دوب تغلي بس كده وبعد كده نضيف لها بقى الحاجه بتاعتها. حبايب قلبي اللي حابب بقى الفته تكون بالخل والثوم بس، هنعمل برضو خل وثوم مع بعض دلوقتي مفيش مشكله. الناس اللي حباها بالصوص الاحمر او بالصلصه الحمراء هنعملها مع بعض برضو للاتنين مع بعض، اللي حابب ده يعمل واللي حابب ده يعمل. عندي هنا طماطم، انا مش هناخد الطماطم كده نضربها على طول، لا انا عايزه نعمل حاجه جميله جدا تعلي التست. هنعمل ايه؟ هنقطع الطماطم بتاعتي، نقسم الطماطميه على 4 كده عشان خاطر الطماطم بتاعتنا تبقى جميله وتخلي التست عالي جدا. على 4 على 2 براحتك خالص. هنقطع كل الطماطم بتاعتي كده ومع قرن فلفل. القرن الفلفل ده حراق او بارد على حسب رغبتك انت، بس طبعا تشيلي منه البذر. حراق او بارد على حسب رغبتك انت. مع بصلايه صغيره برضو قطعيها كده، كله تقطيع كده ايه عشوائي كده، اي حاجه احنا لسه هنضربها يعني. ماشي يا حبايبي اهو. قطعت الطماطم بتاعتي وقطعت الفلفل. هناخد بس فص واحد من الثوم، ما تنسوش احنا لسه هنحط لها ثوم، بس انا الحاجات دي كلها زي ما انا متعوده معاكم ان معظم اكلاتي والطبيخ بتاعي اللي بالصلصه بنسوي الطماطم بنفس الطريقه، رغم الطبيخ بيبقى طعمه روعه. حطيت كده البصلايه والثوم وقرن الفلفل، هناخدهم نحط عليهم بس حوالي ربع كوبايه ميه، اقل من الربع كوبايه كمان اهو. ليه الفكره اقل من ربع كوبايه؟ هنحطها على نار هاديه، هي كده كده لسه هتنزل الميه بتاعتها. نص معلقه من السكر كده، ورشه من الملح كده. طبعا ايه كل ده انا حطيت الشوربه بتاعتي على النار وجهزت هنا الطماطم بتاعه الصلصه اللي انا هنعملها. هنا جهزت الطماطم بتاعتي، هناخدها ونحطها على نار هاديه ونسيبها لما تتسلق خالص خالص خالص، وبعد كده نشوف هنكمل ازاي مع بعض. كده عند الشوربه بتاعتي بتغلي يا حبايب قلبي، هننزل عليها بس بشويه فلفل اسود كده واسمر.
رشه من الفلفل الاسود كده، وفص توم واحد بس كده يعلي برضو التست معايا. ونسيب بقى لحمتي كده تاخد وتدي مع نفسها وتستوي براحتها. طبعا دلوقتي انا حطيت هنا على النار، حطيت دي على النار اهي، على النار هاديه جدا تستوي، وبعد كده هنشوف هنكمل مع بعض ازاي. يا حبايب قلبي، عندك عيش اللي هو المقمر ده ماشي تكسريه، اي عيش عندك، ممكن عيش من البلدي العادي تقطعيه او تقصيه براحتك، وبعد كده تاخديه تدخليه الفرن وتحمصيه، يعني اي حاجه كله شغال. طيب عندك اي عيش بقى موجود عندك، هنعمل له ايه بقى؟ هنديله رشه من السمنه كده، طبعا ايه سمنه بلدي بقى كده، فته سمنه بلدي بقى، الناس بتوع الرجيم كده ايه يعني، خلاص ما هو عيد بقى يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين. رشيت كده عليه معلقه كبيره من السمنه. هنعمل ايه كمان؟ رشه من الفلفل الاسود، الحاجات دي برضو بتخلي الفته بتاعتي جميله جدا جدا جدا. رشه كده بسيطه من الفلفل الاسود. يبقى هنا حطيت السمنه والفلفل الاسود. هنعمل ايه بقى؟ هقلب كل العيش بتاعي ده كده كده، السمنه دي تدخل الفرن هتسيح وكله هيختلط مع بعض، وهندخله الفرن يتحمص ايه شويه كده. هو شايفين هو مقرمش يعني، بس نديله تحميصه كمان كده. هناخده نحمصه بقى ونشوف هنكمل بقيه الاكله بتاعتنا ازاي. كده انا حطيت العيش بتاعي يتحمص في الفرن. الاكله بتاعتنا سهله وبسيطه جدا. سلقت اللحمه، الطماطم اللي انا عملتها اهي صفيتها وجهزتها، وحطيت العيش بتاعي يتحمص في الفرن. هنروح دلوقتي نعمل الصوص الاحمر او الصلصه الحمراء بتاعتنا اللي هي بتاعه الفته. هناخد على البوتاجاز الطماطم بقى والحله بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. كده عندي الحله على النار، هننزل بمعلقه سمنه، دي اللي موجوده دي من السمنه البلدي عادي عشان هي متسيحه بس يعني. ادي معلقه سمنه كبيره كده بتاعتي على النار، معلقه كده من الثوم كده. حطيت معلقه الثوم بتاعتي، هنقلبها كده مع السمنه تاخد لون معايا ذهبي بس يعني، مش عايزاها تكون حمراء. في الوقت ده اللحمه بتاعتي على النار، وانا كمان حطيت الرز بتاعي اهو. الرز هنا على النار معايا. طبعا الرز مش عايز ايه يعني، كلنا بنسلق رز سهل جدا، انا بس مش حابه اطول عليكم الفيديو يعني. كده عندي الشوربه بتاعتي واللحمه ما شاء الله الريحه طالعه قلب المكان، شايفين جمالها وحلاوتها اهي. خلاص دخلت على السوا خلاص. الثوم بتاعي انا مش عايزاه يحمر، انا عايزاه ياخد بس اللون الذهبي معايا كده. هعمل ايه بقى؟ هنزل عليه بشويه خل كده، شويه خل محترمين كده، وبعد كده بالايه بالطماطم بتاعتي. كده حبايب قلبي حطيت الصلصه بتاعتي، هنظبط الملح بتاعها شويه ملح كده. طبعا انا حاطه سكر مع الطماطم وهي ايه بتتسلق مع الحاجات اللي احنا عملناها في الاول، مخلينا بقى وحبه فلفل اسود كده، مخلينا بقى الطماطم ما شاء الله ريحتها روعه. هنقلب كله على بعضه كده ونسيبها تتسبك مع بعضها كده. ونعمل دلوقتي الايه دي الصوص الاحمر او الصلصه. نعمل دلوقتي بقى الايه الخل والثوم مع بعض، اللي حابب يعملها كده بالصلصه ماشي، اللي حابب يعملها بخل وثوم برده مفيش مشكله. هنسيب دي تتسبك مع بعضها ونعمل دلوقتي ايه الخل والثوم مع بعض. عندي سمنه هنا حطاها على النار، سمنه بلدي برده كده، ننزل بالثوم بتاعي. طبعا الكميه على حسب انت هتعملي فته قد ايه. وهنحمر الثوم بتاعي كده بالسمنه، يبدا الثوم يحمر معاكي كده. ايدك برده تقلب فيه كده على طول عشان ما يتحرقش معاكي. تنزلي بقى ايه بمعلقه فلفل اسود كده عشان تتحمص برده معاكي وتبقى جميله والريحه تطلع وتبقى روعه. طبعا احنا الاسكندرانيه بيفضلوا اكتر الخل والثوم، المصاروه بيحبوا الصلصه الحمراء، والاتنين شغالين جمال. انا بصراحه الاتنين حلوين يعني معايا. المهم في فته تحمري الثوم كده برده مع الفلفل كده، اللون ده معاكي تنزلي عليه تطفي الخل كده. طبعا في اللحظه دي بتطفي النار عشان خاطر الخل ما يولعش طبعا معاكي اهو كده. ادي الخل والثوم بتاعي. ترجعي بقى ايه تعملي ايه تديله بس غلوه واحده كده. جربوا بس الفته دي بطريقتي وهي هتلاقوها روعه.
روعه. لايك وشير كده وتفعيل الجرس عشان الحاجات الجميله دي توصل لاكبر عدد. الحمرا بتاعتي اهي. طبعا القوام ده بتاعك انت، حباها تكون تقيله حباها تكون خفيفه براحتك يعني. فانا حباها تكون متوسطه، ولا تقيله ولا خفيفه، بس اهم حاجه تسيبيها ان هي تتسبك كده، تاخد وتدي مع نفسها. خلاص اللي بالخل والثوم تمام كده. هقلها كده حبايب قلبي. العيش اهو المحمص بتاعي، هننزل عليه بمعلقه كده من الخل، ترشرشيها كده عليه، معلقه 2 على حسب رغبتك انتي كده، معلقه بتاعتي صغيره. وبعد كده هننزل عليها بقى، هنشوف هنحط ايه دلوقتي. عندي هنا الشوربه الجميله بتاعتي، هناخد بس كده ايه يعني كبشتين كده من الشوربه بس كده يطروا معايا. مش عايزاها تكون طريه قوي، حباها تكون طريه قوي براحتك. تاخدي بقى من الدسم كده اهو. اللي عايز بقى حابب يطري بقى معاه قدامه مفيش مشكله خالص. عندي هنا بقى الرز بتاعي، هناخد من الرز بتاعي كده واحده واحده كده. احلى شويه فته كده تجربوها هتعجبكم باذن الله. هنغطي كل الفته بتاعتي بالرز على حسب رغبتك، الكميه اللي انت عاوزاها هتغطي كده على حسب رغبتك انت. كمان حبه الشوربه اللي انت حطيتيهم دول مع السخونيه بتاعه الرز هتطر معاكي العيش يعني، والعيش كل ما يكون فيه القرشه والقرمشه دي بيكون جميل جدا جدا جدا. حطيت الرز الفته بالرز بتاعي، والرز ما شاء الله اهو مفلفل وجميل جدا. الصلصه بتاعتي شايفينها لسه بتغلي. طيب لقيت الصلصه بتاعتي القوام بتاعها تقيل كده، وانت مش عايزاها تقيله كده، حبه من الشوربه، حبه صغيرين خالص من الشوربه. ما انتش حابه شوربه ميه عادي مفيش مشكله خالص، بس احنا كده كده بناكلها بشوربه يعني. اهو شايفين القوام بتاعها والجمال والحلاوه اهي. هناخد بقى من الصلصه بتاعتنا دي ونحط على ايه، على الفته. تعملي الشكل بقى اللي انت عايزاه براحتك خالص، ده التزيين بتاعك انت. احلى شويه فته بقى هتاكلوهم ما شاء الله يعني، روعه روعه روعه. زيني بقى واعملي لبيتك ولولادك، وكل سنه وانت طيبه وبخير وبسعاده كده، وعيد سعيد عليكم يا حبايب قلبي. يعني ممكن نعمل لها كده برضو خط تاني، التزيين ده بتاعك انت. احلى شويه فته بألف هنا اللي يعملهم ويجربهم. لايك وشير اهم حاجه عشان الحاجات الجميله دي توصل لاكبر عدد. وعيد سعيد عليكم يا حبايب قلبي. اظن مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. هننزل عليها بقى بحبه ايه، خل كده وحبه توم كمان يخلوها في منتهى الروعه والجمال. اهو حاجه كده روعه جميله تحفه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ لايك وشير كده يا حبايب قلبي. احلى فته. وعندي هنا اللحمه بتاعتي اهي، انا اديت لها وش كده في الفرن، حمرتها يعني معايا، جميله وتحفه وروعه. عادي حابه تخليها مسلوقه بس كده مفيش مشكله خالص، هي كده كده نديتها بس يعني تحت الشوايه كده وش جميل. ايه رايكم بقى في الفته والجمال والحلاوه دي؟ حاجه كده روعه بتتكلم عن نفسها. بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي يا حلوين، وبالعيد متهنيين، وكل سنه وانتم بخير وبسعاده كده دايما يا رب. انا عاملاها لكم في البايركس كده عشان نوريكم جمال الفته وحلاوتها اهي، تحفه وروعه مفيش احلى من كده ولا اروع من كده، حاجه جميله. عملنا كمان فضينا الصوص الاحمر او الصلصه، اللي حابب يضيف او الخل والثوم براحته خالص، كل واحد على حسب حريته. عيد سعيد عليكم يا حبايب قلبي، وان شاء الله تجربوها وتعملوها كده وبالف هنا. بقلبي الفته الجميله بتاعتنا التحفه الروعه دي. وكمان ما ننساش الشوربه، لايك وشير كده وتفعيل الجرس عشان الحاجات الجميله دي توصل لاكبر عدد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده عرق اللحمه بطريقه جميله جدا جدا وطريقه تحفه احسن من المحلات، وانا واثقه، انا واثقه في طعم حاجتي، واثقه في نظافه حاجتي، واثقه ان حاجه انا عاملاها بايديا بحب لاولادي ولحبايبي ولبيتي ولكل حبايب قلبي اللي هياكلوها. هنبدأ مع بعض النهاردة نشوف مقاديرنا ونشوف العرق بطريقة بسيطة جدا، ونشوف التكات والحركات بتاعتنا عشان نطلع طبق جميل زي ده كده يشرفني وانا بنقدمه لبيتي ولولادي واللي هياكل يعني منه. ماشي، نبدأ مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، ونروح نشوف مقاديرنا مع بعض. الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله كده تكونوا بخير يا رب وفي اتم صحة كده.
هنعمل مع بعض النهارده اللحمه البارده. انت بتروحي للجزار بتقولي له انا عايزه عرق لحمه، اللي هو العرق التربيانكو ده، بيديهولك على حسب وزنه. اللي عندي ده وزن كيلو ونص. ماشي. هو الجزار كمان في جزارين بتلفهولك بالخيط وتجيبهولك جاهز. ماشي. فانا ايه حابه ان انا اعمله قدامكم عشان لو حد برضو حب يعمله في البيت كده يعرف الطريقه ازاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد كده ونبدا. ايه اول حاجه عندي ننضف العرق ده كده، نحاول نشيل منه الحاجات دي كده بالسكينه بالراحه عشان ما يطلعش معايا لحمه من الحاجات دي. طبعا احنا بنشيل ده كده عشان اللحمه لما تتحمر تبقى جميله. شايفين اهو بسهوله، هو بس انت تشدي كده بتطلع معاكي. فانا نضفت جزء منه، فحبيت برضو ان انا ايه اوريكم يعني برضو معايا كده اهو. تبداي بقى ايه تنضفيه كده من الحاجات دي عشان ياخد لون معاكي ويبقى جميل جدا جدا جدا. فانا هنضفه بنفس الطريقه كده، نمشي واحده واحده كده اهي، ونحاول ما نطلعش لحمه كده. هو انا جايباه قلت ننضفه معاكم برضو عشان لو حد عنده مش متنضف فيه دهون ولا حاجه يشيلها بنفس الطريقه. شايفين انا ما بناخدش لحمه اهو. هنكمله بقى كده ونشوف هنعمل العرق بتاعنا الجميل ده ازاي. كده حبايبي انا نضفته على قد ما اقدر يعني كده، والفكره من التنظيف عشان اللحمه تحمر معايا. وهنجيب بقى خيط، الخيط ده يكون قطن، خيط زي ده كده يكون قطن، يعني يكون قطن الفكره منه عشان ما يسيحش معايا في النار. فاعمل ايه اول حاجه هعملها كده، وهنسيب حته خيطه كبيره هنا كده اهي، ونربط من هنا كده اهي. شايفين الربطه دي كده اهي. ماشي. هنربطها ايه 2. حطي ايدي كده زي ما انا حاطه عشان ما ايه مش عايزاها تبقى تفلت مني يعني. كده ونسيب الحته ايه دي كده. ماشي. ونرجع بقى نلف. انا سبت دي كده شايفين بايدي، شايفين دي كده، ونلفها تاني كده اهو، وندخلها من هنا كده. طلع الفتله طبعا كده اهي، ونيجي ايه مظبطاها كده وشده، وتشد دي كده. دي بتشديها كده اهي. طبعا الفتله دي احنا سايبينها اهي. تشد دي كده تظبطي بيها. ماشي. تظبطي ايدك كده اهي، ولازم تشديه شده جامده. لازم ايه شده يكون كده ايه محكم كده. وتعملي التانية برضو بنفس الطريقه كده، وتدخلي برضو العرق فيها كده، وتخلي دايما الفتله دي لفوق كده، وتخليهم كلهم قريبين من بعض. شايفين كده انا مش عايزاهم بعيد، عايزاهم يكونوا كلهم ايه قريبين من بعض، ويزنقوا كده العرق كده ويحكموه كده اهو. وتشدي وتظبطي كده. وبنفس الطريقه حبايبي تفضلي ايه تظبطي بقى كده. طبعا ايه وانت من ايدك كده بصي شايفاه انا عايزه الخطوط كلها قريبه من بعضها، الخيط كده قريب من بعض. وهنكمل بنفس الطريقه دي كده وايه اهو. لازم الشده دي ولازم تعصبيه كده جامد. هنكمل بنفس الطريقه ونرجع لكم تاني. بلف بنفس الطريقه وجبت الخيط تاني رجعت بيه كده اهو، ونشد. الفكره من ان انا عايزاه مشدود كده ايه عشان العصاره تبقى موجوده جوه اللحمه تكون طريه جدا. اول مره عملت بنفس الطريقه، وبعد ما خلصت خدت الخيط تاني لف كده في الحتت اللي هي ايه اللي زي دي كده اللي ما فيهاش خيط، ندخل فيها كده وايه اهي ونشد. لازم الشده دي اهي، لازم الشده الحته اللي ما فيهاش خيط لازم نلف فيها كده، ولازم الشده دي اهي كده بنفس الطريقه كده. ونيجي بقى على الاخر خالص في الخيط ده ونربطه ببعضه كده. نلف دي الاول كده اهي لفه كده، ونجيبها ونربطها بدي عشان عايزه الحته دي تتمسك معايا كده. ونربطها بقى كده، تربطيها بربطه جامده كده اهي. وبعد كده تقصي ايه الزياده ده تقصيه عادي، الزياده تقصيه كده كده. تلف ايه لفه جميله قوي قوي. شايفين اللفه الجامده دي اهم حاجه ايه اللفه بتاعته. نعمل ايه بعد كده؟ هنجيب سكينه تكون رفيعه وندخل كده في نخرم كده ايه ننغزها كده نغزه اهي. شايفين النغزه دي كده، وندخل بيها النغزه دي نحط فيها ايه بقى. عندي هنا ايه توم. بصوا هو لو شايفين فص توم كبير تقسميه كده. ماشي. انا نغزت النغزه دي اهي. النغزه دي يا حبايب قلبي ما ننغص نغزه ونمشي، ناخد التوم
ناخد التوم بتاعي ونحطه في الملح كده، عشان عايزه اللحمه بتاعتي تتطعم من ايه، بيبقى فيها طعم الملح. ونفضل ندخل فص التوم بتاعي كده، ندخل ايه فص التوم بتاعي، نضغط عليه كده اهو، كل ايه يعني فتره كده نسيب مسافه كده، ونعمل نفس النغزه دي كده اهي، ننغزها كده. وبرده فص التوم بتاعي قلت متعص ملح كده. الفكره من الملح ايه، ان هو الملح يدخل جوه اللحمه جوه ويطعمها. وتدخلي فص التوم ايه، تفضلي تضغطي فيه كده لحد ما يدخل معاكي. برضو هنا كده تاني دخلي السكينه كده. عندي هنا معلقه من ميه البصل، ومعلقه واحده من ميه الطماطم. الفكره من ميه البصل معلقه ومعلقه ليه، لان انا مش عايزه ده، انا هنحمره فمش عايزه فيه سوائل كتير. الميه بتاعه البصل والطماطم دي بتديله طعم، وفي نفس الوقت بتخليه يتلون معانا بسرعه. هناخد ميه البصل والطماطم وندعكه بيها كده دعكه قبل ما نحط عليه اي حاجه. كمان الدعكه دي هتخليه طري معانا ويمتص كل ايه التوابل بتاعتنا. ماشي، يعني الحاجات دي بصراحه الطريقه تحفه يعني، فانا حباكم تعملوها بنفس ايه، بنفس الطريقه كده. هي معلقه ومعلقه بس واحده كده، مش اكتر من كده. كده كده عندي رشه من الملح، ويا ريت يكون ملح خشن. الملح الخشن جميل جدا جدا جدا. مفيش ملح خشن عادي، ملح ناعم مفيش اي مشكله. اهو دعكه كده من ايه، من بره كده بالملح الخشن. كمان الملح الخشن ده غير الملح، مش هيخليه كده ايه يجلد معايا ويخليه يستوي معايا برده بسرعه، غير الملح الناعم. رشه من الملح الخشن كده. بعد كده ايه رشه من الفلفل الاسود، رشه كده من الفلفل. ممكن تحطي كده على اي حاجه انت بتقطعي عليها وتدحرجيه كده اهو، كله هياخد معايا. ولازم الحته دي كده اهي كده، شايفين سهل وبسيط جدا 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 اهو، ولا حاجه، ربطناه وتبلناه. رشه كده من روزماري كده عليه اهي، برضو حطي هنا ودحرجي كده، كله هياخد معاكي من الرشه دي كده اهو. بعد كده ناخده بقى ونروح على البوتاجاز نشوف ايه هنعمل ايه. طاسه على النار، جريل على النار، اي حاجه عندك على النار عادي، تحطي فيها زيت كده، شويه زيت كده. وبعد كده لازم الطاسه او الجريلا دي تسخن جامد جامد قوي قوي قوي، لازم نسيبها تسخن. اهم حاجه انا عايزاها تسخن عشان ايه، العرق بتاعي ده ياخد صدمه ويتلون معايا بسرعه. الزيت كده سخن معايا، هننزل بايه، بمعلقه زبده. شايفين الحاجه سخنه جامد ازاي، انا عايزاها كده سخنه عشان تديكوا نتيجه ايه حلوه يعني كده. بعد كده هننزل بالعرق بتاعي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. انا عايزه الكبه، انا عايزه الكبه كده اهو. هنقلب الناحيه الثانيه، انا عايزاه ياخد اللون الجميل ده كده. وانا بنقلبه هنلفه ايه في الاتجاه ده عشان السخونيه فيه اكتر، وتضغطي عليه كده. الريحه بقى طالعه تحفه تحفه تحفه. وكمان يا حبايب قلبي الفكره من ان انت تحمريه من كل الجهات كده، ان انت بتحبسي السائل اللي جوه اللحمه ده، بيخليها طريه جدا جدا جدا. فلازم الخطوه دي ضروريه، ما ينفعش تحطيه في الفرن كده على طول او تسويه كده على طول. كده هنقلب كده على الناحيه الثانيه. وطبعا ايه خلي بالكم، شايفين اللون، يا سلام يا سلام على الجمال والحلاوه. وتلفي الطاسه كلها، لان الطاسه لازم تاخد السخونيه بتاعت الجوانب كلها. هنحمره بنفس الطريقه دي ونوريكم في الاخر الشكل ده. بصوا حبايبي انا كده حمرت من جميع الجوانب. لازم برضو ايه من توقفيه كده وتحمريه برضو على الناحيه الثانيه، تضيع من الحته دي كده. ماشي، شايفين انا حمرت من جميع الجوانب كده. عندي هنا انا طلعت العرق بتاعي. هننزل ايه بقى ببصلايه انا مقطعاها وطماطمايه على طول كده على ايه مكان الحاجات الحلوه كده اللي ايه اللي مكان العرق، مكان التحمير الزبده والزيت. وهنديهم تشويحه مع بعض كده. انا عايزه التشويحه دي الفكره منها
شوفوا بقى انا هعمل لكم منها حاجه جميله قوي 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 قوي، بس كملوا معايا كده ايه الفيديو للاخر. دي هنعمل منها حاجه تحفه 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 تحفه. كده من الفلفل الاسود ورشه من الملح برده كده، نديها تقليبه تاني. دي هنطلع منها حاجه جميله. انا عايزاها كده تتلون وتاخد طعم الزبده وطعم مكان التحمير بتاع العيش كده. يعني انا بنحب لما نعمل الحاجه نعملها كده ايه، خلاص دخلت نعمل حاجه نعملها بحب بقى ونبدع فيها كده ونطلعها بنتيجه تكون جميله جدا. تنفع معاكي في عزومه، تنفع معاكي في اي مناسبه. العرق ده بتعمليه قبلها بيوم جميل جدا، لان هو لازم ما ينفعش يتقطع وهو سخن. كده هي اخدت اللون والطعم اللي انا عايزاه، ولسه كمان هتتظبط معايا في الفرن برده. كده خلاص انا هقفل عليها ونروح بقى نشوف نكمل اكلتنا الحلوه ازاي. كده انا حمرته بالشكل الجميل ده. نعمل ايه بقى؟ نعمل له فرشه كده تحت. عندي هنا بطاطس وجزر وفلفل مثلا الوان زي ما انت حابه، اللي انت حابه تحطيه. بقطع الفلفل بتاعي تقطيع عشوائي عادي، لازم كمان التقطيعه تكون كبيره، ما ينفعش تقطعيه تقطيعه صغيره هتتهرى معاكي. اهو حتت كبيره كده عادي جدا. وبعد كده ايه البصل بتاعي اهو. كل الحاجات دي كده فرشه تحت، وهنشوف الفرشه الحلوه الجميله دي هنستخلص منها ايه ونعمل منه ايه. بصوا لو في الكرات اللي هو الكرات العادي الكبير اللي زي البصل ده بيبقى جميل جدا جدا. مفيش الكرات الكبير، في الكرات الصغير ده بيخلي الاكله تحفه 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 تحفه. هتجيبيه وتقطعيه برده تقطيع كبير كده اهو. طبعا كلنا عارفين الكرات اللي هو زي البصلايه ده بيبقى في الاكل جميل جدا وكمان مفيد جدا جدا جدا. وبعد كده هنبهر الحاجه بتاعتي دي كده بحبه فلفل اسود، رشه كده من الروزماري كده، وحبه ورق لورا كده، وكمان حبه ايه رشه كده من الحبهان، وملح طبعا، ورشه كده من الملح. كل الحاجات الحلوه بتاعتي دي هنقلبها على بعضها كده عشان ايه كل البهارات بتاعتي تدخل، كله يتنكه من نفس نكهه البهارات بتاعتي اهو. دي الفرشه اللي انا بنعملها ايه تحت العادي، والفرشه دي كمان هتتاكل ما شاء الله هتبقى تحفه يعني جميله جدا جدا كمان مغذيه. بعد كده هناخد ايه العرق بتاعي نحطه كده على الخضار برضو، السوائل اللي نازله منه دي كده ننزل عليه بيها كده. عندي كمان هنا طماطمايه مقطعه كده اهي، نقلبها برضو بنفس عشان تتنكه من نفس الحاجه كده. انا دايما بننسى الطماطم دي مش عارفه ليه، مع انها بتكون متقطعه وجنبي اهي. هي كلها هتغلي في الاخر وكله هيتنكه من بعض. عندي كده الحاجات اللي انا حمرتها مكان ما انا حمرت العرق اهي. هنعمل ايه بقى؟ طبعا احنا لازم العرق ده نحط له شويه ميه عشان يستوي هو والخضار، فانا شويه الميه دول هنحطهم هنا كده، هننزل بيهم عشان ياخدوا الحاجات اللي ايه اللي في الطاسه بتاعتي او الجريلا بتاعتي كده اهو، ونقلبهم كده اهو. انا عايزاهم ياخدوا اللون الجميل ده كده، شايفين اللون بقى والريحه مع الميه السخنه كده جميله جدا جدا جدا. هو الفكره في التحمير انا عايزه اللون ده، ونشوف اللون ده هنعمل بيه ايه في الاخر. هناخده وننزل بيه بقى ايه على العرق كده اهو كده، على العرق من فوق ننزل شويه من الحاجات دي وكده في الجناب كده ونوزعهم كده. بصوا هنحط حوالي ايه بقى يا حبايب قلبي، هنحط كده، انا حطيت كوبايه، هنحط كمان شويه، شايفين شويه الميه دول هنحط كمان شويه كده برضو في نفس الطاسه بتاعتي. شويه الميه دول انا هنحطهم كده عشان يسووا ايه الخضار بتاعي ويسووا العرق معايا
طبعا انا ظبطت ملحي وظبطت التوابل بتاعتي وظبطت بصوا كل حاجه، انا مش عايزه نسيبها في الطاسه كده، ظبطت كل حاجتي اهو. هناخدها بقى كده ايه ونلفها بورق المونيا كده، هناخدها نلفها بالورق كده. لازم يا حبايب قلبي تكون متغطيه وغطا محكم، عادي حابه تسويها من على البوتاجاز من فوق مفيش مشكله خالص، حابه تحطيها على البوتاجاز على طول، هي في الفرن هتاخد ساعه. وكمان انا هنوريكم، انا كده كده هنحطها في الفرن، هنوريكم تعملوا لها تيست ازاي وتشوفوها ان العرق ده استوى ازاي. تاني حاجه انتوا كل شويه لازم تتابعوها، لو حطيتيها على البوتاجاز من فوق تحطيها ومجرد ما تغلي تهدي عليها النار. برضو حطيتها في الفرن تحطيها، تخلي الفرن انا مولعاه حاليا كده دلوقتي يكون سخن، تدخليها في الفرن وبعد كده تعملي ايه، تيجي مهديه النار عليها، مش مهديه النار جامد، مهديه ان هو يكون بيغلي وبيستوي، كل واحد على حسب درجه حرارته. وطبعا العرق على حسب، هو مثلا عرق يكون مش عجوز ولا حاجه ما بياخدش وقت معاكم، لو كبير شويه ممكن بياخد حوالي ساعه، وعلى حسب الفرن برضو. هنوريكم تعملوا التيست ازاي عشان تعرفوا ان هو ايه استوى ازاي معاكم، ماشي. فهنلفها كمان ورقه عشان خاطر انا عايزه الغطا بتاعها يكون ايه محكم تماما عشان يحبس البخار ويسويه معايا، وفي نفس الوقت يكون طري، يعني يكون مستوي وطري ما يكونش ناشف كده. فالمستوي وطري ده ايه، يكون الغطا لازم يكون محكم. ما عندك مش عايزه تحطي ورقتين ألمونيوم، حطي واحده وحطي غطا ألمونيوم عليها من غير ما يكون ليه ايد يعني، او الحته البلاستيك اللي فوق. طبعا انا ما حطيتش ورق زبده في الاول لان انا الورق الألمونيوم مش واصل للعرق، ماشي. فانا هناخدها كده هنقفلها كويس وبعد كده ندخلها الفرن ونتابع مع بعض. شكرا عشان نوريكم يعني اهو معلقتين بخار طالع، شايفين الخضار اهو استوى، بس ده لسه شويه هنقلبه الناحيه التانيه كده. هو طبعا كش كده كمان انا ربطاه ربطه جامده قوي، فهنقلبه كده ونخليه يكمل السوا بتاعه. دخله الفرن تاني. انت في الوقت ده لو شايفاه محتاج سوائل تضيفي له شويه ميه سخنه عادي. فانا كده هنخليه يكمل السوا. هي الميه انا قلت نشوف الميه يعني والسوائل اللي عند الخضار، هنخليه يكمل السوا بتاعه وبعد كده نرجع لكم تاني. طلعت اهو من الفرن، الصينيه من الفرن. شايفين بقى تعملي تيست كده اهو، لو طلعت معاكي ما جابتش دم تبقى خلاص مستويه، جابت دم يبقى لسه ايه محتاجه سوا. فانا هنعمل ايه، هناخد العرق بتاعي كده نطلعه اهو في الطبق بالشكل ده كده، ونسيبه بقى لما يبرد، ما ينفعش يتقطع وهو سخن، ماشي. وكل الخضار اللي عندي ده هنصفيه وناخد الصوص اللي فيه ده ونشوف انا هنعمل بيه ايه. هنعمله بيه كده حاجه جميله جدا جدا هتتقدم مع اللحمه البارده، ماشي. واللحمه البارده يا حبايبي ما ينفعش تتقطع وهي سخنه كده، لازم تبرد. فانا هنسيبها تبرد براحتها خالص وبعد كده نشوف هنقطعها مع بعض ازاي. والخضار بتاعي هنصفيه وهنشوف الصوص اللي هيطلع منه هنستخدمه في ايه وهنعمل بيه الايه الحاجه الحلوه الجميله اللي احنا هنعملها دي. اللي كان تحت العرق بقى بيتسوى بيه، شايفين اللون ده اهو، اللون الجميل، اللون اللي انا اخدته من حمرت البصل لما كان العرق كده ما كان متحمر، هو ده اللون اللي ادالي اللون ده كده للصوص ده. فانا هاخده هعمل بيه حاجه جميله قوي 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 كده. اول حاجه ممكن تشيل الخضار ده وبعد كده ايه تاخدي الميه، لا وممكن تفضي كل الخضار ده في مصفى تصفيه بالراحه برضو عشان انت هتاكلي الخضار ده مش هيترمى طبعا، وتاخدي ايه الفكره كلها ان انت تصفيه لي انا عايزه السائل ده. فانا هنصفيه ونخلي الخضار لوحده وناخد السائل ونشوف هنعمل بيه ايه. كده انا فضيته في مصفى صفيته ورجعته هنا تاني، وادي السائل اللي طالع معايا اهو اللون الجميل ده. هناخده على النار ونعمل منه كده صوص جميل قوي قوي بيتاكل مع اللحمه البارده، طعمه تحفه وحكايه يعني. يلا بينا على البوتاجاز كده. عندي طاسه هنا على النار، هننزل بمعلقه زبده كده، معلقه الزبده تفك، معلقه واحده بس من الدقيق، معلقه واحده بس. هنقلب معلقه الدقيق دي كده، انا عايزاها تاخد لون يعني ما تحمرش جامد، تاخد لون والدقيق ريحته تطلع كده معايا. طبعا انا مهديه النار. كده
حابه تزودي الكميه تزودي الدقيق برضو مفيش مشكله يعني. كده الدقيق اهو اخد لون معايا وريحته طالعه جميله جدا. هننزل بقى ايه بالصوص بتاعي كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده تقلبي على طول. حاجه كده تحفه تحفه تحفه. كده تقلبوا فيه كده عشان ينعم معاكم. طبعا انا حطاه على عين ايه، على نار هاديه. كل حاجه فيه التوابل بتاعته وكل حاجه موجوده فيه. الصوص ده من اللي احنا حاطينه اللي اتنكه من الخضار. هو بس ممكن نضيف حاجه واحده بس، نضيف ملح يعني ايه، شويه ملح صغيرين كده. طبعا ايه اهو يغلي معايا كل حاجه مستويه. دي انا حمرت واستوى معايا وكل حاجه مستويه. معلقه كريمه او معلقه من وش اللبن اللي موجوده عندك اهي، هتنزلي بيها كده اهي وتدوبيها برده معاه كده. دوقي بقى احلى صوص بقى مع اللحمه الجميله. وحاجات بصوا بسيطه جدا، لو طالباها في مطعم بتروحي تاكليها بقد كده، لكن هي في البيت عندك مكوناتها كلها موجوده. اهم حاجه بس في الصوص ده انك تظبطي الملح. مش محتاجين حاجه كده غير ايه، تظبيطه ملح. حمرنا الدقيق وحطينا الصوص اللي نزل من الخضار ومعلقه كريمه وظبطنا الملح وادانا احلى طعم. واحلى حاجه تعمليها كده لاولادك، تعمليها تنفع في عزومه كده، حاجه جميله جدا. كده خلاص هو معايا جاهز. القوام بتاعه اهو زي ما انتم شايفين. ما تسيبوش على النار اكتر من كده لانه هيتقل معاكي. بس حبيتي لقيتيه تقيل معاكي عادي اديله شويه ميه مفيش مشكله خالص. كده خلاص انا خلصته بقى. ونروح نقطع العرق بتاعنا بقى. شايفين القوام الجميل الانسيابي ده اهو، ما يكونش اكتر من كده، مش عايزاه تقيل عشان لسه لما يبرد هيتقل معاكي. بس كده ايه، انا سبت العرق بتاعي في التلاجة. هو كش شويه، بما ان هو كش يبقى اللحمه بتاعه العجل ده اكيد ايه عجوزه يعني، فانا سبته في التلاجة وجهزت الحاجه بتاعتي. فهو كده دلوقتي بقى ايه، سهل بقى ان انا نقطعه. اول حاجه تقطعي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم كده. قطعي بقى زي ما انت عايزه تقطعيه بقى رفيع، تقطعيه بقى حلقات تخينه براحتك خالص. بس اهم حاجه السكينه تكون ايه، حاميه. يعني انا عايزه نجيبه لكم كده عشان تشوفوا. اهم حاجه السكينه تكون حاميه، وهو كمان يكون ايه، ما يكونش سخن معاك عشان تعرفي تقطعي. ده ممكن تعمليه من قبلها بيوم. حلو قوي قوي انك تعمليه وتجهزيه. اهو شايفين لونها جميل احمر من جوه ازاي، وطريه وجميله جدا. شايفين ما شاء الله لونها جميل جدا جدا جدا. هنقطعه بقى كله بالطريقه دي كده. كل واحد بقطع زي ما هو عايز، اللي عايز تخين تخين، اللي عايز رفيع رفيع. كده انا قطعته. وشايفين فصوص الثوم اللي احنا حطيناها موجوده معانا اهي، متقطع بالشكل ده. كده انا قطعته وغرفته اهو، يعني شايفين الشكل بتاعه جميل ازاي. دي الخضار بتاعتنا اللي كانت مستويه معاه. وعملنا رز. الرز ده طبعا انتوا عارفين انا بنعمله في حلقات كتيره قوي قوي. وهنحط بقى الصوص بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه. وده الصوص بتاعنا اللي احنا عاملينه اهو. نحط كده جنبه كده. شايفين بقى الجمال اهو، ننزل بيه كده. ما شاء الله شايفين الشكل جميل ازاي. جربوه بس بطريقتي. الصوص ده طعمه تحفه 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 روعه يعني. اللي حابب بقى ياكل برز ماشي، اللي مش حابب برضو حابب ياكل بعيش ماشي. وعندنا برضو هنا توميه. انتوا عارفين حلقه التوميه اللي انا عاملاها برضو جميله جدا. شايفين حاجه جميله كده تشرفك في العزومه، تعمليها لجوزك لاولادك. حاجه تحفه تحفه يعني. مش كل مره بقى هنسلق اللحمه ونغير يعني. جربوه بس بطريقتي كده وان شاء الله هيعجبكم. وبعد التعب ده كله يا حبايبي بقى مستنيه اللايك منكم بقى والاشتراك للحبايب اللي لسه ما اشتركوليش في القناه. يشتركوا لي ويدعموا قناتي عشان تكبر وتوصل لاكبر عدد. وان شاء الله تكبر بيكم كده. جربوه بطريقتي وبالف هنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نفضيهم مع بعض. انا شلت الفحميه. بسم الله الرحمن الرحيم عشان هو سخن على ايدي. شايفين ما شاء الله الجمال. نبدا نفضي التاني كمان.
احلى شويه لحمه، الريحه طالعه تحفه تحفه يعني. هناخدها اللزقه فوق دي. بصوا اللحمه جميله جدا ومستويه زي الزبده اهي. وادي البصل بتاعنا جميل جدا، والريحه طالعه ما شاء الله ما شاء الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل النهارده حته لحمه مع بعض كده مشويه جميله جدا، هتعجبكم بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. اللحمه دي هنعملها بقى شوي، ولا في دخان بقى ولا في فحم ولا في اي حاجه، بطريقه جديده جميله، وكمان النتيجه بتاعتها روعه روعه روعه. اللحمه كده هتطلع طريه زي الزبده كده، وفي نفس الوقت هتديكي طعم الشوي الجميل. وكمان هي سهله للبنات الحلوين المبتدئين اللي هم لسه متجوزين، حاجه بسيطه جدا جدا، وحاجه هتبقى مشرفه كده وتبسطها يعني. هنشوف مقاديرنا مع بعض. عندي هنا لحمه يا حبايب قلبي، اللحمه لازم تكون طريه عشان تستوي معايا. مثلا حته موزه، حته من المذبح، المهم ان اللحمه تكون طريه او ملبسه. يعني ملبسه يعني ايه؟ فيها نسبه برضو بسيطه جدا من الدهون كده. احنا عارفين الموزه بيبقى فيها حته طريه ومن الدهن، مش دهن اللي زي الجيلاتين ده. والحاجات اللحمه الطريه دي بتكون نتيجتها حلوه قوي قوي في طريقه الشوي بتاعتنا. عندنا هنا المقادير بتاعتنا لحمه، الكميه حسب زي ما انت عايزه. وعندنا هنا فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، وطماطمايه وتوم وبصل. البصل برضو على حسب الرغبه بتاعتك. وعندي هنا البهارات بتاعتي، عندي هنا ورق لورا وحبهان وملح وجوز الطيب وبابريكا وفلفل اسود. ودي السبع بهارات. السبع بهارات دي موجوده عند اي عطار عادي، مفيش مشكله. على فكره اللحمه دي تكتفي بس بالملح والفلفل عادي، بيبقى طعمها جميل جدا جدا. وعندنا هنا مستكه. هنشوف بقى احنا الطريقه الجميله بتاعتنا اللي هنعملها، الحاجه الحلوه دي هنسويها ازاي وهنسويها في ايه. الطريقه الحلوه بتاعتنا اللي هنسوي في البرطمان. والناس هتقولك ازاي بقى البرطمان الازاز ده يدخل الفرن؟ ده عن تجربه، وانا عاملاها كذا مره ومجرباها. انا بنعمل لكم الحاجه بنكون انا مجرباها وعارفه نتيجتها ايه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، احنا هنسوي اللحمه دي في البرطمان وهتديكي النتيجه هايله هايله هايله. اول حاجه هنعملها مع بعض، هناخد البهارات بتاعتي دي. اول حاجه هنشيل الحبهان وايه ورق اللورا، نشيلهم كده الاول. هنستخدمهم بس هنحطهم في مكان لوحدهم يعني كده. دول هنخليهم هنا، هنستخدمهم لهم استخداماتهم بس في وقتها. هنقلب بهاراتي دي كلها على بعضها كده، كل البهارات بتاعتي على بعضها. هناخد رشه من معلقه من البهارات دي كده على اللحمه كده. سهله وبسيطه، في 10 دقايق هتحضريها. بعدين نخلي البهارات دي هنحتاجها تاني. اقلب اللحمه بتاعتي. انا قلبت اللحمه. عندي بصلايه اهي، انا كان عندي 4 بصلات اهم، خدت منهم واحده، اتبقى 3. ناخد البصلايه بتاعتي دي نقطعها كده كده ايه. برضو هنقلب اللحمه مع البصل كده، نقلب كله مع بعضه. خلاص كده شايفين بقى، مفيش اسهل من كده. قلبت كله مع بعضه خلاص. ناخد بقى نبدا ايه نجهز في البرطمان بتاعنا. نجيب البرطمان كده، نحط بصلايه فيه كده. زي البصلايه ناخد حته فلفل بقى كده من الالوان بتاعتنا دي كده. ناخد حته من اللحمه، قطعه من اللحمه كده نحطها هنا وتضغطي عشان اللحمه لما تستوي كده كده اللحمه ايه البرطمان بيبقى مليان، فاللحمه بتستوي بتكش كده وبتنزل لتحت اهو. ناخد لحمه كده، ونيجي برضو واخده بصلايه من دي كده من اللي انا حطاها اهي، مع فلفل مع الثوم. ما تنسوش الثوم، الثوم هيخلي لها ريحه بقى وطعم تحفه تحفه. مع طماطمايه، كل الحاجات الحلوه. فلفل احمر. ندي رشه بقى من ايه من البهارات بتاعتنا اللي احنا كنا مقلبينها دي كده، رشه كده على الحاجات دي كلها، هتنزل بقى على بعضها اهو كده. وبعد كده نحط لحمه تاني كده ونضغط بايدي، ما تخافيش اضغطي كده اهو. تضغطي كده، تحطي ورق لورا برضو، حبهان، مستكه، كل الحاجات دي بتسيح كده مع بعضها وبتنزل على اللحمه، بتسويها بتخليها جميله جدا. بصل من اللي انا مقطعاه كده، طماطمايه. نرجع برضو نحط لحمه تاني ونضغط كده اهو.
وتحط لها فوق ايه بقى فص توم برضو تاني كده، قرن فلفل، حته بقى لو عندك حته من الدهنه بقى تقفلي بيها برضو كده. شايفين يا حبايب قلبي البرطمان ده انت هتحسيه كده ان هو مليان، لا هو مش مليان ولا حاجه، هو اللحمه لما بتستوي بتكش كده اهو، حبه بهارات كده فوق كده على الوش كده بالطريقه الجميله دي كده كده اهو. البرطمان انا عبيته كده، شايفين الشكل ما شاء الله تحفه يفتح النفس يعني. هنعبي بقى البرطمان التاني بنفس الطريقه برضو، بصلايه، فلفل الوان اخضر اصفر احمر كده. تنزلي يا حبيبتي الحاجه كده وتظبطي. انا حطيت كده الفلفل والحاجه، رشه من البهارات مع واحد حبهان كده ورق لورا، حته لحمه كده، وتضغطي على اللحمه وتنزليها لتحت كده. بصل من اللي انت مقطعاه، طماطمايه، فص توم، تحطي كل حاجتك كده، ورق لورا، حبه من البهار برضو اهو، لحمه، نزلي اللحمه، حبه من البهارات كده. تعيدي بقى تاني، تبداي برضو تحطي الفلفل الالوان، وتحطي الطماطم، تحطي بصل من اللي انت مقطعاه، تحطي حته لحمه كده بالطريقه دي كده. وبعد كده حته تانية ورق لورا، مستكه بقى حبهان ماشي. بعدين تيجي برضو من فوق وحط لها برضو ايه حته دهنه كده، حته من الدهنه كده، وتيجي مديها رشه برضو من البهارات بتاعتك الجميله دي كده كده. خلاص انا هنلم الحاجات بتاعتي كده حبايب قلب. انا عبيتهم، شايفين ما شاء الله بقى الشكل كمان تحفه جميل ازاي. اللحمه بقى مع الفلفل مع الحاجات دي كلها اهي. اسهل طريقه للشوي كله على بعضه كده بالتتبيله بتاعته، وهتحطي في البرطمان وتدخليه الفرن. مش هياخد معاكي هو ساعه زمن تحضير 10 دقايق، وهتسيبيه في الفرن ساعه زمن. الساعه اللي هو في الفرن فيها انت شغاله هتكوني روقتي بيتك وعملتي كل اللي وراكي. هو في الفرن بيستوي، لا نفخ بقى ولا فحم ولا تهويه ولا اي حاجه خالص. وهنشوف كمان النتيجه بتاعته هتطلع جميله جدا وهتعجبك. لو الغطا بتاع البرطمان ده اللي هو الغطا العادي ده ماشي مفيش مشكله. لو الغطا بلاستيك وما عندكيش اللي هو الغطا المعدن تغطي بيه. لو ما عندكيش الغطا المعدن تاخدي ايه ورق ألمونيا كده اهو، ورق ألمونيا هتغطيه بقى كده اهو بالشكل ده، وهتحطيه في الفرن عادي جدا. شايفين الجمال شكله كده ما شاء الله ما شاء الله عليه جميل كده اهو. تحكيم الورق كده عشان هو ايه هيخلي البخار. انا ما حطيتش ميه ولا حطيت اي حاجه، هي كمان هتنزل ميه وصوص هتلاقوه فيها كده في الاخر. دي ما بتحطلهاش ميه ولا حاجه. هناخدها كده ونحطها في الفرن. طبعا انا مولعه الفرن ان هو لازم يكون درجه الحراره بتاعته يكون الفرن سخن. هناخدها نحطها على الشبكه عادي، واول ربع ساعه تكون درجة الحرارة زي ما هي عالية. بعد الربع ساعة بنهدي كأنك بتسوي أي حاجة بتغلي، بتهدي عليها لما تستوي براحتها. ده كده ساعة معاكي. لو درجة حرارة الفرن عادية ساعة، لو درجة حرارة الفرن عالية ساعة الا ربع، وعلى حسب برضو نوعية اللحمة. كده انا هناخدها نحطها في الفرن على الشبكة، وبعد كده نوريكم بقى النتيجة بتاعتها ان شاء الله. بصوا حبايب قلبي انا لسه مطلعاهم من الفرن اهو. البص بيغلوا ما شاء الله ما شاء الله عليها، لسه هي سخنة. هنشوف بقى ايه نشيل الورقه بتاعتنا كده. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه والجمال اهي. والتانيه برضو نفس النظام، احلى لحمه والريحه طالعه جميله جدا 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 جدا. شايفين يا حبايب قلبي جميله ازاي. احنا بقى هندلعها كده ونعملها بقى تبقى ايه مشويه وجميله كده. تبن الفحم كده، ننزل عليها بنقطه من الزيت نسيب البرطمان كده شويه ايه ياخد من ناحيه الفحم، وبعد كده نرجع لكم تاني. نبدا نفضيهم مع بعض. انا شلت الفحميه بسم الله الرحمن الرحيم عشان هو سخن على ايدي. شايفين ما شاء الله الجمال.
نبدأ نفضي التاني كمان. احلى شويه لحمه، الريحه طالعه تحفه تحفه يعني. هناخدها اللزقه فوق دي. بصوا اللحمه جميله جدا ومستويه زي الزبده اهي. وادي البصل بتاعنا جميل جدا، والريحه طالعه ما شاء الله ما شاء الله عليها يعني، اكتر من رائعه كده اهو. شايفين البصل بتاعنا مكرمل ما شاء الله، والريحه كده طالعه جميله جدا جدا، اكتر من رائعه. واللحمه شايفين محمره ازاي وجميله، وحته الفحمه اللي احنا حطيناها دي مخليه ريحه اللحمه تحفه 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 اهي. اللحمه شايفين مستويه جدا اهي زي الزبده كده، دايبه كده جميله. جربوا بس ان شاء الله الاكله دي كده بطريقتي، وكده بقى حاجه سهله وجميله، ولا فحم ولا شوي ولا اي حاجه. 10 دقايق تحضريها وتحطيها في الفرن وتستوي، وسهله للبنات اللي هم لسه بيتعلموا وللبنات اللي متجوزين. جربوها كده بطريقتي وان شاء الله باذن الله تعجبكم كده. بصوا اللحمه طيبه وجميله جدا. حابه تاكليها بقى بعيش، حابه تاكلها برز، مفيش مشكله خالص، تحطها في العيش كده وتاكليها. حابه وتاخدي بقى من الخضار معاكي، حابه تاكلها برز مفيش مشكله خالص، هتبقى تحفه وجميله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم وبألف هنا. مستنيه بقى لايكاتكم وتفعيل الجرس واشتراكاتكم عشان كل ما انزل حاجه جديده تنزل لكم حبايب قلبي. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض فخارة اللحمة النهاردة، حاجة كده تحفة 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 وجميلة جدا، وكمان حتى تحضيرها سهل جدا ولا متعب ولا اي حاجة. في 10 دقايق بتحطوا كل المكونات كده وتبداي تحطيها، نمشي مع بعض خطوة بخطوة كده عشان تدينا نفس النتيجة. وفخارة اللحمة بتاعتنا حاجة روعة روعة فوق الروعة كمان، جميلة جدا. شايفين الجمال والحلاوة، احلى فخارة لحمة. شايفين فخارة اللحمة الجميلة بتاعتي، جربوها بطريقتي. وكده هندخل كده مع بعض نشوف مقاديرنا مع بعض كده واحدة واحدة، ونصلي على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نشوف المقادير بتاعتنا. الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهارده فخارة اللحمة. احنا عملنا قبل كده فخارة الكفتة المكرملة وكانت جميلة جدا. هنعمل النهارده برضو مع بعض فخارة اللحمة بالخضار. عندي هنا الخضار بتاعي كوسه وجزر وبطاطس وطماطم وبصل وتوم وفلفل الوان وفلفل حراق وفلفل بارد ولحمه. وانا قلت لكم دايما اللحمه بتاعه الخضار تكون موزه زي اللحمه دي كده مثلا اهي، مقطعه حلقات جميله جدا، اما من مذبح يا اما اي حته طريه تجيبيها عشان تستوي معاكي بسرعه. اي حاجه في الخضار تكون الموزه مذبح، اي حاجه طريه عشان تستوي معاكي وتبقى زي الزبده. برضو يا حبايب قلبي انا سايبه لكم هنا انا كل مره بنعمل معاكم كده سايبه لكم الكوسه عشان نعرفكم ان الكوسه دي لازم تتقطع يعني محمله شويه عشان خاطر اللحمه بتاخد وقت في السوا. ماشي. عندي هنا الكوسه والجزر والبطاطس طبعا برضو تقطعوها محمله شويه عشان الحاجات دي ما تتهريش منك وتطلع ما تلاقيش. لو قطعت صغير هتلاقي كل حاجه دابت مع السوا ومش هتلاقيها حلوه يعني. ماشي. كل المقادير بتاعتي موجوده عندي. هنقطع بقى البصلايه دي هنخليها كده، انا دايما بنحب نخلي بصلايه صحيحه في الحاجه اللي هي مستويه في الفرن دي، بتتكرمل وتبقى جميله جدا. طماطم برضو تقطعوها حبايبي، اللي حابب يقطع على القطاعه مفيش مشكله خالص يعني، انا متعوده على كده. اكله سهله 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 وبسيطه جدا، دي كمان للبنات المبتدئين الحلوين اللي لسه بيدخلوا المطبخ، العروسه اللي لسه طبعا داخله على المطبخ جديد برضو. وعندي هنا الثوم، هنقطع برضو الثوم كده. حابه تحطي الثوم برضو صحيح مفيش مشكله، حوالي مثلا من 3 ل 4 فصوص ثوم انا قطعت خلاص. محدش يقول لي ثوم مع لحمه، ده بيخلي الريحه تقلب الشقه وتقلب المكان، والريحه ما شاء الله ما شاء الله. وكمان الثوم مفيد للمناعه بتاعتنا يا جماعه. البصل والثوم ده لازم تحطوا بصل وثوم على الاكل، وتاكلوا خضار كتير عشان المناعه بتاعتنا. عندي هنا ده فلفل بارد وفلفل الوان اهو. ماشي. كل مقادير على بعضها كده. فلفل حراق للي حابب، اللي مش حابب مفيش مشكله خالص. انا كل مقادير على بعضها. عندي هنا البهارات بتاعتي، ملح، فلفل اسود، بابريكا، قرفه، 7 بهارات، جوز الطيب، حبهان، ورق لورا. البهارات برضو احنا قلنا مش مرتبطين بكل البهارات دي، مش موجوده. ملح وفلفل اساسا اللحمه كفايه النكهه والريحه بتاعت اللحمه لوحدها. انا هنحط كل بهاراتي هنا كده. والحبهان ده تفتحيه برضو عشان يخلي الاكل طعم وريحه جميله معاكي.
وكمان يا حبايب قلبي الورق اللورا ده مفيد صحيا، ومفيد كمان بيخلي الواحد اللي عنده طاقه سلبيه بتطلع، وده بيعملوا منه بخور، يعني ممكن تاخديه وتبخري بيه الشقه يطلع لك كل الطاقه السلبيه اللي موجوده في البيت. دي مش بهارات عشان تنكه اللحمه بس، البهارات دي بتخلي عندنا، بتعلي عندنا هرمون السعاده اللي هو دايما بيحسسك انت لما بتشربي شوربه بتحسي ان انت بقيتي مرتاحه ونفسيتك مرتاحه. مش الاكله كمان لوحدها، هي الاكله مع البهارات اللي فيها. يعني البهارات اللي احنا بنحطها دي ليها قيمه غذائيه جميله جميله جميله. طبعا كل بهاراتي كده انا هنقلبها كلها مع بعضها اهو. قلبت كل بهاراتي مع بعضها، هننزل بكل البهارات بس هنخلي شويه بس كده نبهر بيهم ايه اللحمه اهو. هننزل بكل بهاراتي هنا كده. الملح يا حبايب قلبي كل واحد يظبط الملح بتاعه زي ما هو عاوز، ماشي. الناس بتحب الملح قليل، الناس بتحب الملح مظبوط، الناس بتحب ملح زياده، كل واحد براحته، ماشي. هنخلي دول بقى ايه نبهر بيهم اللحمه. طبعا انا مش هينفع ان انا نقلبها ايه كده، انا هنقلبها في حاجه اوسع من كده كده حبايبي. انا حطيتها في مكان في حاجه اوسع يعني عشان نقلب براحتي، مفيش حاجه تقع مني، وكمان عشان ربنا يوسع علينا ويبارك لنا كده في اكلنا. حبايبي نسموا الله ونذكر الله كتير، ربنا هيبارك في كل حاجه. اي حاجه تعمليها والله العظيم حتى لو قليله جدا ربنا هيبارك لك فيها. حابه تحطي عصير طماطم مفيش مشكله خالص، هي الطماطم دي لما تغلي كده ومع الخضار هتلون معانا الخضار. حابه يبقى فيها لون اكتر، كل حاجه احنا بندي الفكره، واللي حابب يزود حاجه مفيش مشكله يعني، واللي حابب يشيل حاجه برده مفيش اي مشكله خالص. انا هنحط لها برده شويه زيت كده عشان خاطر ايه الخضار كده بتاعي يلمع معايا بس كده يديني اللمعه. والبطاطس برده فيها ماده نشويه لازم برده محتاجه شويه زيت كده حبايب قلبي. انا قلبتها، نيجي بقى على اللحمه ايه نبهرها شويه كده، ناخد من البهارات بتاعتي ورش على اللحمه كده بايدك برضو عادي مفيش مشكله يا حبايب قلبي. انا غاسله ايدي، بصوا انا واقفه في المطبخ ما بنطلعش من مطبخي غير لما بنخلص اكل اهو. لحمه جميله جدا وتحفه. مش البهارات كتير، كل ده لما تغلي هتنزل كلها في السوائل مش هيبقى في حاجه كده. انا بخرت لحمتي كلها. عندي بقى الفخاره بتاعتي الجميله دي اهي. هننزل بقى بجزء من الخضار كده حبايب قلبي. انا اللحمه بتاعتي مش دسمه ولا حاجه، اللحمه انتوا شايفينها كلها اللحمه ايه حمرا ما فيهاش دسم ولا حاجه. هنحط بس حته كده من الدهنه كده عشان تبقى فيه سوايب. نحط اللحمه بتاعتي كده، شايفين اللحمه حمرا فلازم كده حاجه إيه تديها يعني دسامه شويه. وننزل بباقي الخضار بتاعي. ما تقلقوش هي كده كده لما تغلي هتخس معانا الخضار، احنا عارفين ان هو بيخس. ودي بهارات بتاعتي اللي انا حطاها ننزل بيها، انا ما حطيتش ميه ولا اي حاجه. انا بقى هناخدها كده نحط ندخلها الفرن، هنوريكم كمان ثواني حبايبي. انا عندي بسله انا اللي انا مفرزاها دي كنت ناسياها، هنحط منها شويه كده وهي لما تغلي كلها هتنزل مع بعضها تحت. لان اي خضار انت عايزه تحطيه، حابه تحطي لو حتى بدنجان عندك، خرشوف، اي حاجه موجوده عندك حطيها. شايفين البسله اللي انا مفرزاها معاكم لونها جميل وتحفه ازاي. انا هنقطع بقى حلقات طماطم كده تدي شكل بس معانا كده، شكل بس اتنين كده، واحدتين تلاته دول بصلايه والفلفل عشان لما تفتحي كده تلاقي حاجات كده تبسطك كده. احنا نزوق حاجتنا كده ونخلي حاجتنا جميله جدا. وحته من الدهنه اللي حابب مش حابب خلاص فوق كده. كل الحاجات دي هنغطيها كده اهو بالشكل ده،
وندخلها الفرن. الحاجه دي يا حبايب قلب مجرد ما تغلي كلها هتنزل، وهنوريكم. هتبصوا الفخاره دي هتنقص خالص يعني. فهناخدها كده وندخلها الفرن، وبعد كده نشوف. ده احنا في تكايه كده هنعملها مع بعض وتشوف الفخاره وجمالها. لسه احنا ما خلصناش، بس هندخل دي تستوي وبعد كده نشوف احنا هنكمل مع بعض ازاي. وهنرجع لكم تاني. هندخلها في الفرن ونحطها برده على الصاجه من تحت ونخليها تغلي، ومجرد ما تغلي هنوطي عليها النار ونسيبها تستوي براحتها. تاخد لها ساعه، ساعه وربع براحتها خالص. وقبل ما تستوي هنطلع فيه لسه حاجه هنعملها، ونشوف هنعملها مع بعض ازاي عشان تدينا كده احلى فخاره لحمه تعجبك ان شاء الله. هناخدها كده ندخلها الفرن ونرجع لكم تاني. نحطها على الفخاره كده لما تستوي وتدخل في السوا. عندي هنا كوبايه من الدقيق. انا معايا الدقيق بالكوبايه دي، مكان الدقيق اهو لسه على الكوبايه. وخدت نص كوبايه لبن، يعني دي كوبايه من الدقيق ونص كوبايه لبن. هناخد ايه ملح، يعني شويه ملح كده، نص معلقه ملح مثلا، ونص معلقه سكر اهي. ونحط عليها الدقيق، اللبن على الدقيق كده اهو، واحده واحده، ونقلبه. كده انا هشتغل بايدي. كوبايه دقيق، نص كوبايه لبن، معلقه ملح صغيره، نص معلقه سكر، كده العجينه معايا. هنحط شويه زيت صغيرين، يعني حوالي معلقه زيت كده، بس كده. ما حطيتش خميره على العجينه ولا اي حاجه. نعمل كده عشان الزيت يلم الايه العجينه اللي في ايدي. الفخاره في الفرن، هنحطها في الفرن نلم كل الدقيق كده اللي على الطبق اهي. العجينه ما شاء الله ملمسها جميل جدا. نسيبها بقى كده، نسيبها ترتاح. هي مش هتخمر، ترتاح بس، عشان خاطر ايه، انا الفخاره في الفرن لما تدخل في السوا هنحط بقى نشوف هنحطها ازاي على الفخار. هنغطيها كده بكيسه ولا اي حاجه ونسيبها بقى ترتاح، وبعد كده نرجع لكم تاني. نحط عليها العجينه كده، نضغطي عليها من الجناب. هي مجرد ما تلمس السخونيه هتلزق. عندي هنا معلقه من اللبن اهو، عند الفرشه تدهنيها. وعندي هنا حبه البركه وسمسم، هنلخبطهم على بعض كده وترش عليها. بصوا بقى انتوا العجينه دي هتاكلوها قبل الخضار واللحمه، هتعجبكم قوي قوي قوي. ولو العجينه باقي معاكي منها عادي تعملي ايه، تفرديها وتحطيها في الفرن تسويها، لان دي معجونه بلبن وزيت، يعني اساسا تتاكل كده جميله جدا جدا جدا. جربوا بس بالطريقه بتاعتي يا حبايبي، حبايب قلبي. اللي ما اشتركليش بقى يشترك لي في قناتي كده ويدعمني، عشان كل ما انزل حاجه جديده تنزل لكم. وانا حابه ان انا نوصل لكم الفكره صح، وحباكوا كل واحده وست بيت وكل بنت بتتعلم لسه تطلع الاكل بنفس النتيجه دي. ما بنبخلش عليكم والله باي معلومه، فادعموني عشان برضو ايه كل حاجه بننزلها توصل لاكبر عدد، وفي نفس الوقت انتوا تدعموا قناتي يعني يا حبايب قلبي. ماشي، هناخدها ندخلها الفرن. هي الحاجه استوت اللي جوه الخضار واللحمه دي، تاخد وش بس وتحمر، ونوريها لكم برضو شكلها عامل ازاي. انا طلعتها من الفرن، شايفين الشكل بتاعها والجمال بتاعها. سخنه طبعا على ايدي، شايفين الجمال والحلاوه.
حاجه كده تنفع في العزومه، جميله جدا وطريقه تحضيرها سهله جدا. البنات اللي مبتدئين يعملوها والبنات الحلوين اللي متجوزين يعملوها. تعمليها لجوزك، لحماتك، لمامتك لما تجيلك توريها الشطاره كده عشان مامتك تفرح بيكي. كده احنا هنفتحها مع بعض ونشوف ايه. نفتحها مع بعض ونشوف جمالها اهي. العيش ده تاكلوا بيه جميل جدا كده. شايفين الجمال والحلاوه. كملها عشان تتفتح معايا. ايه رايكم بقى في الجمال ده والحلاوه؟ ايه رايكم في الجمال؟ احلى فخاره لحمه كده تعملوها وتجربوها. مستنيه بقى لايكاتكم وتفعيل الجرس واشتراكاتكم عشان كل ما انزل حاجه جديده تنزل لكم. وبالف هنا ان شاء الله. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض فخاره اللحمه النهارده. حاجه كده تحفه 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 وجميله جدا، وكمان حتى تحضيرها سهل جدا ولا متعب ولا اي حاجه. في 10 دقايق بتحطوا كل المكونات كده وتبداي تحطيها. نمشي مع بعض خطوه بخطوه كده عشان تدينا نفس النتيجه. وفخاره اللحمه بتاعتنا حاجه روعه روعه فوق الروعه كمان، جميله جدا. شايفين الجمال والحلاوه؟ احلى فخاره لحمه. شايفين فخاره اللحمه الجميله بتاعتي؟ جربوها بطريقتي